بقى الأمة اليهود والنصارى عملوا إيه في أمة المسلمين علشان يردوهم عن إيمانهم ودينهم؟ الله جل وعلا بيقولها قبلها بآيتين. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. والغريب دلوقتي بيعملوا الحركة، يطلعوا لك ناس ويلمعوا لك ناس كأنهم مع المسلمين ويدينون بدين الايه؟ المسلمين، ومرة واحدة تلاقي ايه؟ بيتكلموا كلام مخالف تماما للعقيدة فيشككوا الناس في ايه؟ في دينهم كده. ده امبارح كان بيقول كلام والنهارده بيقول هي نفس الحركة الخبيثة اللي كانوا بيعملوها أيام النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوها ايه؟ حتى الآن. قولوا بقى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يهدى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآية ديت أنت لو قريتها كذا مرة عاوز تركز عليها، وإحنا أصلا في موطن وشرط تركيز نركز مع إيه؟ مع القرآن، والدرس ده إنما هو اللي يركز مع إيه؟ مع الفظ القرآن. يعني إيه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ يعني بصوا أنت تخش على المسلمين هتعملوا نفسكم انتوا ايه؟ امنتوا بالايه؟ بالاسلام بتاعكم. خلاص؟ امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار، اول النهار كده اعملوا نفسكم انتوا ايه؟ معاه. اخر النهار لا والله ده طلع مش زي اللي عندنا. مش زي الايه؟ مش زي اللي عندنا. انتوا عندكم في ايه بقى؟ في التوراه والانجيل مش زي اللي عندنا. احنا كنا مفكرين ان هو ايه؟ زي اللي عندنا في التوراة، لكن طلع مخالف. طيب لو طلع مخالف المسلمين هيقولوا لكم ايه؟ واجهونا الايه؟ الاختلاف. مش طلع مخالف وانتوا طلعتوا من الدين الاسلامي اللي انتوا عملتوا بيه اول النهار علشان بتقولوا ان هو مخالف في الكتاب بتاعكم. طب ورونا مواضع الاختلاف. هو قالوا كده ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، يعني ما تبينوش الحيله دي والخبز ده الا اللي على ايه؟ اللي على دينكم بس. طب ليه؟ انا عاوز تركيز، انا عاوز تركيز على فكره.